عليكم حبيباتي، مرحبا بكم معايا في قناتي وقناتكم يوميات نادية دي زاد. نهار جديد ووصفة جديدة راح نعملوها ان شاء الله اليوم من فتات الخبز، هكذا باش نتعلموا ما نرموش الخبز اللي نديرو شابلور اللي نجهزوا به وصفة كيما هذه. لما لا؟ خبز صابح فتتو بهذه الطريقة وراح نضيف عليه الماء. نحتاج كذلك بصلة مرابية، فروماج غابي، قزبر ومعدنوس، 2 حبات بيض، سنة ثوم، ملعقة خميرة الحلوى، وليزيبيس راح يكون فيها قرصة ملح لان الخبز مالح، ما راحش نكثروا بزاف الملح. عندي كمون، حرور، راس الحانوت، زعتر ونعناع اللي راح نحكهم بين يديا ونضيفهم للخليط. نبداو مع بعض. نشمخ الخبز نتاعي. ونعجنو هكا بيديا. وكنت نسيت ما ذكرت لكمش لا شابلور، حوالي 2 مغارف كبار. وملعقة صغيرة كما قلت خميرة الحلو هكذا. نخلط الكل مع بعض. حتى نتحصلوا على خليط متماسك يمكننا نكونوا به خبيزات هكذا. راح نشكل الخبيزات ونقليهم ونوريكم جاهزين في صحن التقديم. ونقليها في زيت سخونه بلا ما نضيفو حتى حاجه، لا فرينه لا بيض لا كل شيء راه كاين فيها الداخل الا الفرينه، لخاطرش هذا الخبز راح اصلا يحكم روحو كي نديروا له البيض. غير تحمر نقلبوها على الجهه الثانيه ومن بعد نحطها فوق ورق ماس ونحطها تكون جاهزه. وها هو الشكل النهائي تاع الوصفه نتاع اليوم. ان شاء الله يا ربي تجربوها تعجبكم وتعوضوها في بلاصه البوراك الا حبيتوا. ممكن تكون كمان مملحه، تقدموها مع الحريره او الشوربه. صحه فطوركم وما تنساوش اللايك والتعاليق. سلام.